الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أخوان، لا يوجد شعب في العالم العربي ذاق الظلم والقمع والقهر كثر إخواننا في سوريا. كان الله في عون سجناء قلعة البعث الأخير من عام 1970، وأهلنا في سوريا يتذوقون صنوف العذاب على يد عائلة زرعت تماثيلها وصورها في الشوارع أكثر من الشجر والزرع. يا أخوان، امتلأت السجون بالشعب السوري، وإلى الآن مئات السوريين بل آلاف السوريين لا يعرفون مصير أحبائهم الذين اختفوا من سنين على يد زوار الفجر. كان الله في عون إخواننا في سوريا. يا أخوان، إذا كانت الدكتاتوريات قد قتلت العالم العربي أعوام، فإن الدكتاتورية في سوريا تقتل أهلنا في سوريا يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. شنو هالشعب العظيم اللي صابر أكثر من نصف قرن على الطوارئ؟ شنو هالشعب العظيم اللي ترتكب بحقه أبشع الجرائم ولا ينكسر؟ شنو هالشعب العظيم اللي يضيق على قوت يومه وتجده صابرا ومحتسبا؟ شنو هالشعب العظيم اللي يحاسب على كل نفس يتنفسه وإلى الآن قادر أن يثور وينتفض؟ يا أخوان، الله يكون بعون شعب تحكمه عائلة تدعي الاشتراكية وهي تنهب كل ليرة في البلد. الله يكون بعون أهلنا في سوريا على نظام جمهوري وراثي يتغير الدستور فيه ب5 دقائق. الله يكون بعون السوريين الشرفاء على نظام يدعي النضال ضد الصهيونية وهو أكثر من يحافظ على سلامة الجبهة مع إسرائيل. 37 سنة ولم يلقى حجر في وجه اليهود. يا أخوان، نحن نجتمع اليوم وفي هذا المكان حتى نقول للشعب السوري: لكم العزة والكرامة، وأنكم رجال صامدين وصابرين في بلد 1,000,000 سجين. يا أخوان، واجب علينا وعلى علمائنا ألا نتخاذل عن الشعب السوري، وأن ندفع به وأن نقف معه كما هو فرض علينا. ألا يتعرض الشعب السوري إلى مجزرة أخرى وحماة أخرى. تسقط دولة الظلم والسجون، تسقط دولة الدكتاتوريات. ولننشد ولنقول يا أخوان وبأعلى صوت: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر إن شاء الله. عاش شعب سوريا حرا وعزيزا وأبيا. كما أود يا أخوان أن أذكر بأن هناك إن شاء الله يوم الأربعاء القادم ندوة في ديوانية الحركة السلفية في عبد الله المبارك حول أحداث إخواننا في الأحواز، وسوف يكون بإذن الله هناك ضيف من الأحواز إن شاء الله، فنرجو الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.